السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هنعمل مع بعضينا كيكة الذرة اللي هي البسيسة. طبعا ما ينفعش بقى البرتقال البلدي يكون مالي السوق كده وبجماله وبطعامته، وما نعملش كيكة الذرة بالبرتقال. طبعا انتوا شايفينها وشايفين لونها وجمالها وريحتها. طبعا البرتقال مديها تيست عالي ومديها لون جميل، والطعم بقى اجمل واجمل غير الهشاشة والجمال اللي انتوا شايفينه. وطبعا كيكة البسيسة دي من الكيكات المحببة لينا بالذات في الشتاء، ومع البرد اللي احنا فيه دوت بنحس كده بدفى كده وطعامة وجمال وحاجة كده ما شاء الله. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب. تعالوا نشوف مكوناتنا ايه. مكوناتنا عبارة عن 4 بيضات، وكوباية الا ربع من الزيت، وكوبايتين من دقيق الذرة، وكوباية من الدقيق الأبيض العادي، وكوباية من السكر، وهحط معاها كمان ربع كوباية، وكوباية كبيرة من عصير البرتقال البلدي. وهنبدأ بقى أول حاجة، هنجيب المكونات الجافة وهننخلها كده كويس. طبعا الدقيق بيتنخل كده كويس، بيدي طبعا هشاشة وطراوة كده للكيكة بتاعتنا بعد ما نعملها. هنبدأ بقى ننخلهم كويس كده زي ما انتوا شايفين، وانزل عليهم برشة من الملح صغيرة، ومعلقة من البيكنج باودر. وهنقلب بقى كل المكونات ديت مع بعضينا كويس. وهنركنهم على جنب. نجيب بقى الخلاط بتاعنا، ننزل بالبيض وعليه الفانيليا. وانا بحب اضرب البيض كده لوحده يا جماعه بالفانيليا، بيعمل فوم كده وبيدي هشاشه وبيخلي البيض يبقى هايش كده، وبيعمل الهشاشه دي معانا في الكيكه. بضربه لوحده قبل ما اضيف له اي حاجه. دي تركه كده بسيطه بتدي قوام للكيكه حلوه. وهنزل بقى بالسكر عليهم. طبعا شايفين البيض لونه غير كده وفتح عشان ايه؟ ضرب كويس وعمل فوم كده مع نفسه. وادي كوباية عصير البرتقال نزلنا بيها. وهننزل بالزيت بتاعنا. طبعا زي ما انتوا شايفين الزيت كده فاتح ونوعه حلو عشان ما يغيرش معانا في طعم الكيكة. لازم زيت يكون نوعه حلو. وهنضرب بقى نخلط كل المكونات دي كده مع بعضيها زي ما انتوا شايفين. وننزل بمعلقة خل كبيرة. طبعا انتوا عارفين الخل بينشط البيكنج باودر وبيخلي الكيكة هشة كده وفاتحة، قلبها فاتح من جوه. وهنزل بقى على المكونات الجافة بتاعتنا وهقلب بقى كويس كده. هجيب بقى المضرب السلك بتاعنا ده، اسهل من السباتيولا طبعا معانا. وهنبدأ بقى نقلب كله مع بعضه بحيث ان ما يكونش فيه اي تكتلات معانا في الدقيق خالص. زي ما انتوا شايفين كده القوام. وانزل بقى بمعلقة كبيرة من بشر البرتقال اللي انا عصرته. وهقلب بقى كله مع بعضه كله مع بعضه كده لما كله يتجانس. نجيب القالب بتاعنا ندهنه بقى زيت كويس. وهنزل بالخليط بتاعنا. طبعا انا في الوقت دوت مولعه الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. اللي المفروض الكيكة بتدخل طبعا على فرن سخن. وهنحطها في الفرن. انا رشيت بقى على وشها كده رشة من السمسم، ما احنا بقى بنعمل بقى بسيسة يبقى لازم نعملها على اصولها. ناخدها بقى على الفرن. خدت معانا بالظبط 35 دقيقة بالظبط على درجة حرارة 180. وطلعت بقى القمر اللي انتوا شايفينه والجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الهشاشة كده من فوق، والكيكة بتاعتنا ما شاء الله هشة كده وعالية.
طبعا انا هبدأ اقلبها بقى ايه معاكم عشان نشوف القوام والهشاشة بتاعت الكيكة والطراوة اللي هي فيها. طبعا احنا طول ما احنا هنلتزم بالمقادير دي الحاجة هتطلع معانا ناجحة وجميلة وطعمها حلو قوي. طبعا مش قادرة اقول لكم بقى الله 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 على الجمال والشكل والريحة. طبعا انا هسيبكم انتوا بقى تحكموا وتقولوا لي بقى ايه رأيكم في القمر الجميل اللي انا عملته معاكم دوت. طبعا هي سخنة بس طبعا زي ما اتعودنا كده انا بقطع معاكم الحاجة عشان تشوفوها برضو وتشوفوا كل ايه تركاتها وكل حركاتها. شايفين الكيكة بتتقطع معانا على طول سهلة ازاي. ده معنى الكيكة كده ناجحة وهشة. وادي قلب الكيكة من جوه هتشوفوا الجمال بتاعها. شايفين اللون. وطبعا الهشاشة بتاعت الكيكة مفيش فراغات. واديكوا شايفين يعني حاجة كده بسم الله ما شاء الله اللهم احسن ما بين ايدينا. حاجة جميلة 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 ومش قادرة اقول لكم ان ريحة البيت كلها كيكة وبرتقان وفانيليا وحاجة كده جميلة بتفرح القلب والله لما البيت يبقى فيه ريحة معجنات كده ومخبوزات. وزي ما انتوا شايفين إيه الطعم طبعا مش قادرة اقول لكم على الجمال وعلى طعمها. والله ما احسن ما بين ايدينا. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير. واللي ما اشتركش في قناتي يشرفني طبعا اشتراكه عشان يجيلكوا كل جديد. وجربوها وبقولوا لي النتيجة في الكومنتات. يا رب يكون الفيديو بتاعي كان خفيف عليكم وعجبكم وما طولتش عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.